مالوش حد. ده ايه بقى؟ مالك في مالي؟ مالك في مالي؟ ايه ماله مالك؟ مالك في مالي؟ بتكلمني ليه؟ تعالى اضربني تعالى. لانه وسع عمك. طب انت اهزمني مفيش حد يوسع عمك. مالك انت ومالي؟ ايه العبث اللي بنشوفه ده؟ ومين اصلا اداك الحق انك تكلم بني ادمه بالطريقه والاسلوب ده؟ هفترض معاك جدلا ان البنت غلطانه، لبسها مش عاجبك، قعدتها مستفزه، سلوكها في ثقافه الصعايده غير مقبول، مين نصبك قاضي وجلاد في الشارع؟ مين ضحك عليك وقال لك انك واصي على البشر وان صوتك العالي ده رجوله او غير على الاخلاق؟ دي اسمها همجيه وتعدي سافر على مساحه غيرك. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ربنا امره في القران وقال له ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، مش بالتي هي صوتها اعلى وشخيط ونطر وزمر. كونك كبرت في السن دي عمليه بيولوجيه بتحصل لكل الكائنات الحيه، مش شهاده بطوله بتتحط على صدرك، ولا بيديك الحق انك تدوس على كرامه الناس. الشيب وقار مش رخصه لقله الادب. احترم سني احترمك، لكن تستغل سنك عشان تمارس عقدك عليا يبقى ما تلومش غير نفسك لما تلاقي رد الفعل بالمنظر ده. بصراحه انا شايف ان البنت مش غلطانه. لازم في مصر نبدا نتعود ونتقبل فكره احترام الراي الاخر.